لا، ده انا الطبيعي بظروفي دي اكسبك واديك على عينك. ده انا الطبيعي بظروفي دي اكسبك واديك على عينك. على فكرة انت بتتكلم على نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حكاوي الملاعب. النهاردة هنتكلم عن مباراة السوبر بالأمس، مباراة نادي الزمالك وبيراميدز، وبعض الحاجات البسيطة كده اللي هنتكلم عليها في مباراة الأهلي، وطبعا الجدل التحكيمي اللي حصل في مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا اللي بوجه له التحية. عمل مباراة قوية جدا جدا جدا. ولكن قبل ما ندخل في الفيديو بفكرك، لو انت ما عملتش لايك اعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد في كرة القدم سواء المحلية أو العالمية. ويلا بينا نبدأ بسرعة. امبارح الزمالك كسب وصعد للنهائي على حساب بيراميدز بضربات الترجيح من نقطة الجزاء. الزمالك بيتعادل سلبيا أمام بيراميدز وبيوصل لضربات الترجيح من علامة الجزاء. وطبعا زي ما حضراتكم يعني شفتوا المباراة كانت ماشية ازاي. الزمالك كان في اغلب الاوقات واغلب الاحوال كان جيد جدا جدا جدا، واقف على رجله بشكل مميز جدا. لعيبة بيراميدز كانت يعني تقدر تقول مستسهلة المباراة، بيلعبوا بتناكة جامد جدا على الكورة في منتهى الرعونة، هدوء من اللاعبين سواء يعني نجوم الفرقة، وهي الفرقة بالكامل نجوم بصراحة. الشيبي وفيستون مايلي، أحمد سامي، وليد الكارتي، قطة، يعني كل اللعيبة بصراحة لعيبة نادي بيراميدز بصراحة نجوم. لكن بصراحة ما احترموش نادي الزمالك، ما احترموش نادي الزمالك. وهنيجي عند حتة الاحترام دي، ولكن بعد شوية عاوز أوجه رسالة شكر لأحمد عبد الرؤوف المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، المدير الفني الجريء الذكر لنادي الزمالك. أحمد عبد الرؤوف في الفترات اللي فاتت ما كانش حد يجرؤ إنه يخلي حسام عبد المجيد يقعد على دكة البدلاء أو يستبعده من أي لقاء أساسي، سواء مباراة مهمة أو مباراة مش مهمة. فأحمد عبد الرؤوف عمل حاجة مميزة جدا، وتحديدا في المباراة اللي فاتت، وكلنا اتكلمنا عن الموضوع ده وقلنا ان احمد عبد الرؤوف لما طلع حسام عبد المجيد ونزل جنب محمد اسماعيل الونش، فالناس كلها اتكلمت قالت ان شكل كده الفترة اللي جاية مش هنشوف حسام عبد المجيد في التشكيلة الأساسية. والله الكابتن احمد عبد الرؤوف عمل حاجة مميزة جدا جدا جدا. اللي عمله احمد عبد الرؤوف في المباراة يعني انه يخلي طبعا حسام عبد المجيد على دكة البدلاء. دي حاجة جراءة كبيرة جدا 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 ما شفناهاش من مدربين سابقين. عنده شخصية قوية على كل اللاعبين، سواء اللعيبة الكبيرة أو اللعيبة الصغيرة. بصراحة عنده شخصية حلوة، شخصية عاقلة، رزين، بيفكر بجد، مش بيهمه يعني انا هقعد مين او هلاعب مين. فهو كانت حتى تشكيلته تشكيله مميزه. صبحي هرب من المباراه وقال لك انا عندي اصابه، فلعب طبعا اللي دايما ربنا بيكرمنا بسبب محمد عواد، مميز جدا في ضربات الترجيح. بدأ بعواد والونش، وطبعا محمد اسماعيل وعمر جابر وفتوح، قدامهم احمد ربيع وطبعا محمد شحاته، وقعد جنبيه على الدكه عبد الله السعيد. ما بداش بيه لان هو كان عاوز يلعب بكل الشباب واللي عندهم نفس قوي جدا في الضغط، ان هم يحاولوا يستخلصوا الكوره من لعيبه بيراميدز، لان البيراميدز عندها وسط ملعب قاتل. فلعب بشحاته وناصر ماهر، وجنبيه احمد ربيع، وفي الشمال محمود بنتايج، الجبهه اليسرى اللي كانت فكرتنا بجبهه طارق السيد وطارق السعيد. الطارقان كانت في نادي الزمالك زمان في الألفينات، 2000 و2001 لغايه 2004، فجبهه طارق السيد وطارق السعيد. وقدام كان عدي الدباغ، جنبيه عمرو ناصر. فتشكيلة كانت متوازنة على قد إمكانياته، قاري الخصم بشكل مميز. أحمد عبد الرؤوف عمل حاجة مميزة جدا 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 حتى في تغييراته. لما أصيب عدي الدباغ
ما نزلش الجزيري، نزل الجزيري في توقيت معين. هو راسم خط، هو راسم سيناريو، هو كاتب سيناريو ان اللي هيحصل في مثلا التغييرات هتكون بالشكل ده. نزل احمد شريف في الدقيقه حاجه و20 واتبدل مكان عدي الدباغ اللي اصيب في العضله في العضله الضامه، وطبعا نزل مكانه احمد شريف. وكمان دي حاجه تبين لك قوه شخصيه احمد عبد الرؤوف او احمد رؤوف على طول. انه لما نزل احمد شريف يعني لعب حوالي 60 دقيقه او 65 دقيقه، نص الشوط الاول، وحوالي يعني ممكن نقول 40 دقيقه مثلا من الشوط الثاني. فبدله ونزل مكانه طبعا كان سيف الدين الجزيري، وطلع احمد ربيع ونزل مكانه عبد الله السعيد عشان يمسك له شويه في وسط الملعب اللي هو كان اغلب الاوقات مستحوذ عليه. بيراميدز بقى في فكره زي ما قلت لحضراتكم من كام دقيقه ما احترمش نادي الزمالك، ودي نقف عندها شويه. مع احترامي الكامل لكل الانديه، وبيراميدز تحديدا بطل افريقيا، بطل السوبر الافريقي، بطل الكاس اللي هو بتاع ال3 قارات ده، على عيني وعلى راسي. لكن ان انت ما تحترمش نادي الزمالك، ان انت ما يكونش عندك احترام لنادي الزمالك، لازم تاخد على عينك بعد ده كله. فانت لما تيجي تلعب قدام نادي الزمالك لازم تطاطي شوية، لان انت بتلعب قدام نادي الزمالك. انت مش بتلعب قدام لعيبة بس، انت بتلعب قدام جمهور بالالاف متواجد داخل الاستاد، بيؤازر وبيشجع بحنجرة من نار. طبعا الحاجات دي انت ما تعرفهاش، انت ما عندكش جمهور علشان يشجعك بالشكل ده. بتلعب قدام تاريخ، بتلعب قدام يعني واحد من اكبر الاندية في الشرق الاوسط، واحد واخد 5 دوري ابطال افريقيا، عنده 14 بطولة دوري، عنده 28 بطولة كاس مصر. تاريخ بغض النظر عن مستوى الزمالك في التوقيت، لكن يبقى الزمالك بعبع وكبير لكل فريق ظن نفسه انه احسن منه، وكمان ما يحترمش نادي الزمالك وقيمة نادي الزمالك. فانت لما تلعب قدام نادي الزمالك لازم تطاطي. انت بتلعب قدام نادي الزمالك، والنهائي ما كانش ينفع ان يكون غير اهلي وزمالك، لان الاهلي والزمالك مع احترامي لكل الفرق، مع احترامي للكل وللجميع، وكلهم على راسي من فوق، لكن الاهلي والزمالك اكبر ناديين في العرب بالكامل وفي الشرق الاوسط. تلعب قدام الزمالك لازم تحترمه، ولازم تطاطي ان انت بتلعب قدام الزمالك. هاني سعيد امبارح المدير الرياضي لبيراميدز طالع يتكلم باسلوب مستفز، طالع يقول لك ايه؟ ان الزمالك دايما، او محدش يقول للزمالك عنده ظروف وعمل عليك انجاز لما كسبك. والله بيراميدز لو اتحط في ظروف الزمالك كان النادي ده قفل من بدري. لكن انت يا كابتن هاني معاكم الدولارات، ومعاكم الاستقرار الفني والاستقرار الإداري والاستقرار المادي، كل حاجة موجودة بشكل سلس ومتوفر بشكل مميز جدا في إدارة بيراميدز. فانت عمرك ما هتحس الإحساس اللي موجود في نادي الزمالك. إيقاف قيد، مفيش فلوس، قواضي من كل ناحية. الارض اللي كان بيتمناها الزمالك علشان يتنفس شوية ويكون ليه دخل ثابت كل شوية اتسحبت منه. كل ده وتقول لي ما تقوليش الزمالك اصله في ظروف. لا، ده انا الطبيعي بظروفي دي اكسبك واديك على عينك. ده انا الطبيعي بظروفي دي اكسبك واديك على عينك. على فكرة انت بتتكلم على نادي الزمالك. فهاني سعيد بصراحة بيطلع يتكلم على الفاضي، بيطلع يتكلم براحته، بيطلع يتكلم اي كلام. لكن لما تلعب قدام نادي الزمالك او تتكلم عن نادي الزمالك
لازم تطاطي. نادي الزمالك أكبر من أي حد. الزمالك بيكسب بيراميدز بضربات الجزاء، وبيراميدز برضو امبارح كان ممكن يخلص المباراة من ال90 دقيقة على فكرة. أحمد رؤوف لعب يعني تقدر تقول على قد الإمكانيات. عد غنماتك يا جحا. شاف أماكن القوة في بيراميدز وأماكن الضعف، حاول على قد ما يقدر إن هو ممكن يخطف هدف، ما قدرش. لعب على ضربات الترجيح، وضربات الترجيح عاوزة الهادي. وعواد طبعا دايما في الميعاد. عواد دائما على ميعاد مع التألق الدائم في المباريات اللي يكون فيها ضربات ترجيح. تنده تقول حاضر، ودايما محمد عواد حاضر. امبارح الاهلي كان بيلعب مع سيراميكا كيلوباترا، والجدل التحكيمي يعني انا هتكلم كده سريعا، ولو عاوز تشوف الحالات التحكيمية بالتفصيل هسيبها لك هنا في فيديو على الجنب علشان تشوفه. لكن والله يعني انا شايف ان امبارح الحكم الكابتن محمود البنا تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة طبعا لنادي سيراميكا كيلوباترا. كانت في دقيقة حوالي 96 تقريبا او 95، كانت ممكن يروحوا ضربات جزاء واللي يكسب. احنا مش بنتكلم عن ان الاهلي كسب بضربة جزاء او ظلم او كسب بفاول ظلم او بهدف اوفسايد. احنا عاوزين عدالة تحكيمية، علشان نشوف الدوري بتاعنا يكون والكورة بتاعتنا تكون في شكل ممتاز وزي الدوريات التانية. كلمة أخيرة لنادي الزمالك. والله نادي الزمالك ده من جبل، كل المشاكل اللي عنده وكل الأزمات، وقف قيد، سحب الأرض، مفيش فلوس، أواضي عليه، اللعيبة عاوزة فلوس، مفيش فلوس بتدفع للعيبة، المدربين ما بتاخدش فلوسها، الإداريين ما بياخدوش فلوسهم، العمال، كل حاجة من الكلام ده كله. والزمالك بيصعد لنهائي السوبر المصري لملاقاة الأهلي يوم الأحد الجاي إن شاء الله 5:30 مساء على طبعا في الإمارات في بطولة السوبر. ده اللي كان عندي النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد في كرة القدم المحلية والعالمية.